اختبار الثالث دين للصف السادس الابتدائي الترم الثاني. السؤال الأول: اكتب مما حفظت من بداية السورة حتى قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. باء. توعدت الآيات الكريمة الذين كفروا 1. العذاب الشديد. 2. بئس المصير في نار جهنم. ج. أولى مراحل اليوم الآخر النفخ في الصور. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. المد في قوله تعالى: إذا ألقوا مد، منفصل، متصل، أصلي. الإجابة منفصل. 2. من فضل الحج والعمرة البركة في الرزق، غفران الذنوب. كلاهما صواب. الإجابة كلاهما صواب. 3. كانت حجة الوداع في السنة 10، 9، 8 من الهجرة. الإجابة 10 من الهجرة. 4. رفض الإمام الليث بن سعد رحمه الله منصب القضاء، ولاية مصر، قيادة الجيش. الإجابة ولاية مصر. السؤال الثالث: اكتب حديثا شريفا عن فضل العمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باء. من هم أحب الناس إلى الله تعالى؟ أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس.